اديله كش ملك، هو مضطر اللي هو يغطي بالفيل، يعني لو غطى بالطبيعة هتموت. تمام. هديله تغطية انا تانية هديله انا، اقفله بقى القصة بتاعته دي خالص، مش هيبقى قدامه غير اللي هو كشات بقى كده، دي كشات كده، دي كشات اي كلام ملهاش اي 30 لازمة. هنطلع بالوزير بتاع، قصدي بالملك بتاعنا في اي مكان. هو هيرجع تاني، وانا قلت لك ما هي لعبة ملهاش اي لازمة، هو بس ايه، بيحاول اللي هو يتفادى الموقف. هو كده ممكن ياكل الفيل بتاعنا الاسود. فاحنا طبعا هنديله كش. خلاص البازل دي انتهت، بس خلاص برضو هو نفس القصة، هو مش عارف يتحرك، مش عارف يروح في اي مكان. اكتر حاجة هو ممكن يعملها اللي هو يفتح للملك بتاعه. ما اعتقدش حتى اللي هو هيعرف يفتح للملك بتاعه بالعسكري اللي على الجنب اليمين بتاعه. طيب هنا الدور على الاسود، و ملك مزنوق زنقة جامدة والله برضو. احنا ممكن نديله كش بالكشف. يا جماعة عايزين نبدأ بقى موضوع الاستراتيجيات، وازاي انا اعمل دبل تشيك، وازاي اعمل تشيك بالكشف، وازاي اربط وربط مطلق وربط نسبي. بس بصراحة انا مش لاقي تفاعل على القناة، فعشان كده الواحد مكسل. انما مجموعة بقى من اللايكات والاشتراكات هتخلي الواحد برضو يبدأ بقى. احنا مكملين، وان شاء الله لحد الناس برضو ما تشوفنا وتعرفنا، احنا لسه بادئين جديد وربنا يسهل الحال. هنا في كش بالكشف، وفي نفس الوقت دبل كش، دبل تشيك، اللي هي الاتنين، اللي استراتيجيتين مع بعض. كش ملك من فوق، معندوش غير ديت. هو كده الاتنين على خط واحد، يعني اعتقد ان الملك هيروح على الاسود. راح وزيره، راح وزيره، مع السلامة. هنا هو بيعرض التبادل بتاع الوزراء. تبادل الوزراء هنا مفيد او لا مش مفيد، ده بناء على اللعب نفسه. مفيش حاجة يا جماعة اسمها انا بلعب بالوزير او الوزير بتاعي مهم، ده مفهوم غلط. احنا بنلعب على معارك على الاطراف، بتحقق لنا المكسب في الحرب الكبيرة خالص. يعني انا لو لقيت نفسي اللي انا هاكل وزير قصاد وزير ومعاها قطعة تانية، خلاص انا كسبان، ما رجعش فيها. الا اذا كان بقى وزيري قايم على خطة تانية انا في دماغي مركز فيها، انا مركز على خطة. وهو طبعا لو قرا الحتة دي مش هيسيب لك وزيرك. فانت ما تعتمدش على قطعة واحدة او تلعب على قطعة واحدة. هنا انا هاكل الوزير بتاعه، هو هيرد ياكل وزيري، هو كده تبادل الوزراء، مفيش مشكلة خالص. بس انا هاكل الحصان، حميد بيها اكل الطابية يعني انا كده كسبان 100%. آه، هنا هجوم شرس جدا على ال على الملك الاسود، والاسود هو اللي عليه الدور، ودي لعبة دفاعية. في الالعاب الدفاعية دايما الى حد ما بيبقى فيه تضحيات. التضحيات ديت انا بقوم بيها، بحيث ان انا اطلع باقل قدر من الخسائر، وفي النهاية بحقق المكسب المرجو. يعني اللي انا على الاقل خالص شلت التهديد بتاع التهديد اللي كان عليا، والتهديد المميت اللي كان عليا. وفي نفس الوقت ممكن اكون طلعت بمكسب بقطعة مثلا. انا هناك هاكل فيلو، كل طبيتي، يبقى كده طابية قصاد فيل، وادي وزير. كده انا كده خسران، بس كسبت اللي انا عديت من المأزق اللي انا كنت فيه، وممكن بقى اكمل بقى هجوم بعد كده. تمام. هنا انا عندي كش ملك. اه عندي كش ملك بالوزير بالابيض، يعني لو غطيت هياكل، لو اتحركت يمين شمال هياكل الوزير. يبقى خلاص دي لعبة اجبارية، انا لازم اكل الوزير بتاعي. تمام. انا بقول احنا كفاية لغاية هنا، حلينا 13 بازل. اشوفكم الحلقة الجاية مع فيديو جديد ومسائل جديدة ومواقف جديدة في الشطرنج.
لو حد عنده حل للبازل اللي انا هسيبها في الاخر ديت يكمل ويقول لنا في التعليقات. في فيديو جديد ان شاء الله استنونا، وما ننساش لايك، سبسكرايب، وشير يا جماعة، يعني بس كده.